السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة على قناتكم حسن الإسلام. إذا كنت أول مرة بتشاهدنا فبتمنى تشاهد المقاطع السابقة بإذن الله تعالى فيها منفعة، وإذا كنت قادر تدعم القناة يمكنك الدعم عن طريق الباتريون، رابط الباتريون بالوصف. شخص كعادة المنافقين العرب بيحاول يوهم المشاهد إنه هو قارئ ومثقف، بيطلع بيصور فيديو بيحط لك الكتب جنبه وبيقعد بيهبل عشان يحسس البسيط أو العامي إنه هو قارئ وفهمان ومتعلم، وهو ما بيعرف الطاخ من الطيش. وراح نثبت هذا الشيء. أحد الأشخاص طلع بمقطع المشكلة بالناس يلي عم تعلق تحته أو يلي مأيدة كلامه، عم يتهم إنه العرب أو المسلمين في بلادنا منافقين، وراح يقدم أدلة دامغة على هذا الشيء. خلينا نشوف. ومن الأشياء العجيبة اللي بتدلك كمان على نفاق كثير ناس عندنا بمجتمعنا هو موضوع فرنسا، وهذا أكبر مثال على هالنفاق اللي احنا بنعيشه. فبتلاقي الشباب عندنا بمجتمعنا بيحكوا فرنسا عاطلة، فرنسا علمانية، فرنسا بتمنع المسلمات من انهم يعتدوا الحجاب والنقاب، وكمان بيحاربوا الدين، وبصير أكبر مدافع عن حق البنت بأنها تلبس حجابها هناك بحجة الحريات، بحجة الحرية الدينية، بحجة انه هذا حقها الديني. ولكن بدولنا العربية لما تيجي بنت كمان من منطلقات دينية تشوف مثلا تقرأ كتب مثلا ضد فكرة الحجاب وتقتنع ان الحجاب مش فرض، او مثلا هي مش مسلمة يا اخي بدهاش تقتنع بالاسلام، بيتم اجبارها وقمعها عشان تلبس الحجاب او النقاب بمجتمعنا. وهذا بدلل لك انه مجتمعنا منافق او في كمية كبيرة من النفاق. مثل ما شفنا طبعا هو عم يستهجن انه ليش المسلمين عم يعترضوا على فرنسا العلمانية انه بتمنع المسلمات من وضع الحجاب، وبيقول لك انه هاي حرية دينية وحرية لبس وحرية مش عارف ايش، لكن في بلادنا نحن الوحدة ما بصير تطلع كشف. هذا الشخص لا يعرف مبدأ المحاججة، وهو الزام الشخص بما يعتقد لا بما تعتقد. يعني موضوع بسيط، اي شخص عارف بالنقاشات لو معرفة سطحية، ما عم لك انه متعمق بالنقاشات وقارئ بالمناظرات، اي معرفة سطحية، لما بتناقش شخص بتناقش بما يعتقد وليس بما تعتقد انت. فلما انا بناقش الفرنسي او بناقش العلماني المؤيد لفرنسا فأنا بناقشه على أساس ما يعتقد، وهو المرأة حرة بما ترتدي وأن تعتقد بما تريد، لأنه هذا النظام يلي فرنسا بتدعي أنه هي بلد الحريات وبلد التفتح، وانه العلمانية هيك بتدعي، ليك نحن بدنا نطبق العلمانية عنكم يا مسلمين، فنحن بنحجن على هالاساس. اما بالاسلام ما قالوا لك انه مرأة حرة ان تلبس ما تريد وان تمشي بالشارع كما تريد، ما عندنا قانون بالاسلام حتى تحاججني فيه. فلما بتجي بتعترض عندي بدولة اسلامية على هيك شيء فانت اعتراضك باطل، لانه نحن ما ادعينا، ما قلنا انه المرأة يجب انه تلبس ما تريد كما تريد. ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء بالقانون كله. اذا بتفتح الكتب الاسلامية كلها ما في هالشيء. في عندنا شيء اسمه الضوابط، المجتمع بيمشي بضوابط، بيمشي بقوانين. هيك عندنا في الإسلام المرأة إلى لبس معين، إلى مظهر معين، هي ملزمة فيه، عجبها ما عجبها بدها تلتزم فيه، لأنه هذا قانون مفروض من رب العالمين. يعني الأساسيات ما فهمان منه شيء، يعني على الدنيا السلام. طالع بداية مقطعك عم تحكي هذا الحكي، فما بالك باللاحق. فبيقول لك انه هي مجرد ما بدها تصير مسلمه. طيب مين قال لك عنا بالقانون نحن الاسلامي انه انت بمزاجك تدخل على الاسلام وتطلع؟ ما عندنا شيء اسمه بمزاجك تدخل بالاسلام وتطلع. بدك تدخل عن قناعة، بدك تطلع في لك عقوبة. ليش؟ لأنه بالأساس نحن كنا فاتحين لك المجال قبل ما تدخل تقرأ وتتعلم. وبالأصل شروط لا إله إلا الله هي العلم. يعني ما بصير تقول لا إله إلا الله وأنت ما عارف معناتها ولا عارف شروطها ولا عارف مترتباتها. فعمليا نحن أساس الإيمان عنا بالعلم، ولا يقبل الإيمان بالجهل، ولا يقبل إيمان المرغم. عشان لما تقول والله نحن أرغمناه فعمليا إنه بعدين قرر لما رفع الإرغام عنه إنه يترك. ما عندنا هذا الشيء. ليش؟ لأنه بالأساس لا يقبل إيمان المرغم. هي أولا. ثانيا لما بتشوف العلمانيين العرب مركزين كتير بموضوع المرأة، هذا أكبر دليل إنه هن عم يثبتوا خفة عقل المرأة. ليش؟ يعني مثلا موضوع الجهاد ما في رجل بيعترض إنه ليش أنا قاتل والمرأة تقعد في البيت. ما بتركب الشبهة معك. لكن انت بتروح على المرأة انه ليش مفروض عليك البيت؟ طيب ما هو مفروض على شيء اعظم، شيء ممكن يزهق روحه. عمليا بالبيت ما راح تنزهق روحها انت عم تنظفي مثلا. فعمليا هو بيجيك على عقل المرأة والامور المتعلقة بالمرأة وبيحاول يبحث فيها. وهذا اكبر دليل هن بيثبتوه على انه المرأة عقلها خفيفة، كأنه عم يقول لك انه عقل المرأة خفيف ونحن عارفانينه خفيف. فبنروح على التشريعات يلي هي موضوع مثلا الشهادة.
طيب الرجل لما الإسلام قال له أنت شهادتك لوحدة ما مقبولة في الزنا، لازم تجيب 4، ما اعترض، قال سمعنا وأطعنا، ما اعترض وقال لك إنه ليش أنا 4، معقول أنا كذب، معقول أنا ما انسى، معقول انا كذا، لا ما اعترض ابدا، سمعنا واطعنا. بيجي على شهاده المراه بيقول لك لكن الاسلام شهاده المسلم، بتروح هذيك بتصدق، وبعدين بيقول لك لا المراه عقلها راجح لماذا تصغرون منها. ما انت 3/4 الشبهات بتروح على المراه، فيها بتروح على الشبهات، شبهات كتير متعلقه في موضوع المراه. ليش؟ وكلها مواضيع عاطفيه، يعني ما في ادله، ما في ادله انه مثلا انه يقول لك انه انتم في الاسلام كاصل هو التسليم والرضا والقبول والخضوع، هذا عندنا في الإسلام يعني، وعلى أساسه سمينا نحن بالمسلمين، نقبل القوانين ونخضع لها لأنها من رب العالمين. بيجي مباشرة عند المرأة بكلمها كلام عاطفي، ما بكلمها كلام الأدلة والأمور هاي، لا كلام عاطفي، إنه ليك الرجل بيتعامل بكذا وما بيتعامل مع كذا، وبسلط على مواضيع ما لا علاقة في جنس الأحكام الشرعية، مجرد عواطف. وبعدين بيدخلك في موضوع التساوي، وإنه التساوي من العدل، وبقعد بيكذب عليها وبيقول لها انه لحتى يكون في عدل لازم يكون في تساوي، وهي بتصدق. فهو كانه عم يقول لها حرفيا انه انت عقلك خفيف وانا بدي اضحك عليكي بهالخزعبلات، وانت لازم تصدقي وتطلعي تسفي. سبحان الله، تجي تنصر المراه وتروح تصورها امام العالم انه هي كتله من الغباء، ما فهمانه اصول التشريع، كلمه بتجيبها وكلمه بتاخذها، خلص انه اهلك ربك على شيء بتمشي معه، ونحن قلنا لك هلا شيء ثاني بتمشي معه، هي كلمه بتاخذها وكلمه بتجيبها. هذا اللي انتم عم تحاولوا تصوروه، فانتم بتحاولوا تصوروا لانه الان خلاص انه المجتمع عم يحكي في العري، يلا تعري. ما بتشوف هذا الشيء بموضوع الرجل، كله مواضيع المراه. واخر شيء بيقول لك انه المراه مستقله، والمراه مش عارف ايش، وسترونج اندبندنت وومن، وهي بالاصل عم يسيروها مثل ما بدهم بالاعلام، وبعدين بتطلع بتصفق لك بتقول لك انا مستقله، وبيطلع هيك اشكال بيقول لك انه نحن عم ننافق، ليش نحن عم ندافع عن المراه في الغرب ونحن عم نفرض عليها قوانين معينه في الشرق، وهو بالاصل ما عارف الطاخ مطيخ. هذول هن ما يسمون بالمثقفين العرب، الله المستعان. يعني ابتلينا بهيك ناس. إذا كنت شفت المقطع مفيد بتمنى تشاركه لتعرف الناس هيك أصناف، تحذر منها وتعلم أولادها ما يشاهدوها. ولا هنا تنتهي الحلقة، لا تنسى المشاركة حتى يصل المقطع للمهتمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور من قرآني، تجري وراء الغرب في لهث، وهل سيحقق الغرب الغريق كياني، سيحقق الغرب الغريق كياني. من عاد لنا دين